تعالوا بقى يا جماعة النهاردة لما نحضر وجبة فيها كل البروتين والكالسيوم والفيتامينات اللي ممكن نحتاجها. دي عجة، اللهم صل على سيدنا محمد. عجة دي يا جماعة عبارة عن بصل، عبارة عن طماطم، عبارة عن شطة، عبارة عن خضرة، فيها كل حاجة احنا ممكن نحتاجها. اول حاجة هندبر البصل، وبعدين هننزل بالخضرة كده اللي هي الطماطم والفلفل، الفلفل الرومي او فلفل الوان زي ما انت حابة، وهنسيب الخضار يدبل كده زي ما انتوا شايفين. واول ما يدبل هننزل بالخضرة، مش هنخلي الخضرة على النار، بالعكس هي الخضرة هتدبل معانا من سخونة الخضرة. في بقى معانا بيض، في بقى معانا بيكنج باودر. اللهم صل على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم ان العجه دي اكتر اكله احنا ممكن نستفيد منها واولادنا ممكن يستفيدوا منها، لان فيها فيتامينات. هنا بقى عندنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد هنا بقى عندنا بيض ولبن في الكبه، هننزل باللبن وهننزل بكوبايه الدقيق واربع بيضات، ودي معلقه بيكنج باودر او نص معلقه بيكنج باودر، ودي معلقه خل عشان زفاره البيض. وهنضرب كل المكونات دي في الكبه، بيض ولبن ودقيق، وهننزل بيها في البولة. طبعا احنا هنستنى الخضار يدبل وهننزل بيه كده. ودي بهاراتنا ملح وكمون وتوم بودرة وبصل بودرة. عندنا صينية مدهونة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا مسخنين الفرن، يعني بنتعامل معاها زي الكيكة بالظبط. بصراحة يا جماعة عايزة لكم كان طعمها جميل قوي يعني، غير بصراحة الفايدة اللي فيها. يعني تخيلوا فيها كل الخضار، فيها كل الفيتامين، ممكن تاكليها بمعلقة او تاكليها مع عيش بلدي مع شوية بطاطس